السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نحضر معكم هاد لي مادلين كيجيو رائعين بالنكهه ديال الفاني والشوكولاته، كيجيو خطيرين البنات. انا متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم من اول مره غادي تجربوهم. فخليكم معايا ما تمشوا فين باش تعرفوا جميع على المكونات وطريقه التحضير. في واحد البول غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، واحد رشه ملح، غادي نضيفو 120 غرام من السكر سنيده، 80 ملل من زيت المائده القياس ديال كاس ديال العنبه. من بعد غادي نخلطوا الكل جيدا حتى غادي يذوب لنا السكر مع الزيت والبيض. ومن بعد غادي نضيفو 100 ملل من الحليب و50 غرام من النشا قياس ديال 2 معالق كبار من النشا يكونوا عامرين. ومن بعد غادي نخلطوا الكل جيدا حتى غادي نحصلوا على واحد القوام اللي كيكون متجانس كيذوب لينا داك النشا مع الخليط. وغادي نضيفو 200 غرام من الدقيق وواحد الساشي ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام. وغادي نخلطوا هذا القوام هذا حتى ما كيبقاوش عندنا الحبيبات ديال الدقيق في الخليط. ومن بعد ما كننتهيو كنفرغوا الخليط ديالنا في القوالب اللي كندخلو من الفرن. ومن بعد كنخليو واحد شويه ديال الخليط اللي غادي نزينو به هاد لي مادلين هادو. هنا كما كتشوفوا من بعد ما انتهيت هنا خليت القياس ديال 2 معالق كبار من الخليط ديال الكيك. غادي نضيفوا ليه واحد المعلقه كبيره من بودره الكاكاو المر تكون نوعيه جيده، وكنخلطوا الكل جيدا. ومن بعد كنوضعوا في هذا القمع هذا وكنبقاو كنزينو بهذه الطريقه هذه. فهاد الطريقه دي سهله ومبسطه، تقدروا انكم تعتمدوها في اي نوع ديال الزين ديال الحلويات ديالكم، ديال لي صابلي، ديال اي حاجه. وهاد الطريقه هذه كتجي زوينه وكتعجب الصغار والكبار. صافي هنا البنات من بعد ما انتهيت غادي ندخلوها الفرن لمده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى كنشوفوها طابت لينا وتحمرت. كما كتلاحظوا في هذا الخليط هذا ديال الكيك ما كيجيوش لينا لي مادلين ديالنا مفرقعين من الفوق، ولا كيجيو زوينين مفشفشين كما كتشوفوا كيجيو خاويين من الداخل. انا متاكده غادي ينجح معكم من اول مره غادي تجربوهم. وحتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم الفيديو كما العاده ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم. الى اللقاء.